المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. إريتريا تشارك في المنتدى السنوي للدبلوماسيين الأفارقة المنعقد في كينيا. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مستشفى برهان عيني. مفوضية الثقافة والريادة تخرج 130 شابا في الفيلم والدراما. غارات على طهران وإسرائيل ترصد إطلاق صواريخ من اليمن للمرة الأولى. بوتين يشدد إلى أن علاقات بلاده مع الدول الأوروبية تمر بمرحلة صعبة. إسبانيا والجزائر تتفقان على تعزيز شراكاتهما في مجال الطاقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شارك سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيني رئسوم في منتدى الدبلوماسيين الأفارقة السنوي الذي نظمه المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل في نفاشا الكينيا يومي 23 و24 من مارس. التأم المنتدى السنوي تحت شعار استخدام الإسكان كأداة للتنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا بهدف تعزيز وضمان التنمية الشاملة للمدن الأفريقية. وقال السفير بياني في كلمته عن أزمة الإسكان والتنمية الحضرية في أفريقيا إن التوسع الحضري السريع في أفريقيا يتطلب حلا استراتيجيا عاجلا ومنسقا، وطرح بصفة خاصة الترابط بين الريف والمدينة كحل رئيسي، قائلا أن التنمية الحضرية المستدامة لا يمكن أن تنجح دون تنمية الحياة الاقتصادية الريفية. ناقش المنتدى انعقاد منتدى المدن الأفريقية القادم في أبريل ومنتدى المدن الدولي في مايو. واتفق المشاركون بعد إصدار قرارات للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على تعزيز العلاقة بين الحكومات والمؤسسات المالية. أجريت في مستشفى برهان عيني المرجعي للعيون عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل 525 مواطنا قدموا من مختلف مناطق البلاد، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 من مارس. وأوضح اختصاصي طب العيون بالمستشفى الدكتور أيوب بياني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإريترية، أوضح أن العمليات التي نفذت على شكل حملة طبية تعد جزءا من الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من العمى ومكافحته، مشيرا إلى أن مرض المياه البيضاء يعد من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، محذرا في الوقت ذاته من أن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الإصابة بمرض الجلوكوما الذي قد يتسبب في فقدان دائم للبصر. وأضاف الدكتور إيوب أن المستشفى أجرى منذ منتصف شهر يناير 2026 وحتى الآن أكثر من 880 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء، ما يعكس الجهود المبذولة لتقليل حالات ضعف وفقدان البصر في البلاد. كما لفت إلى أن حملات علاج المياه البيضاء التي نفذت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 شملت عددا من المناطق، من بينها مديريات نأفا وأفعبت وقندع، إضافة إلى الإقليم الأوسط، مؤكدا أن هذه الحملات ستتواصل لتشمل مناطق أخرى في مختلف أقاليم البلاد. من جهتهم عبر المرضى الذين خضعوا للعمليات عن سعادتهم الكبيرة باستعادة قدرتهم على الرؤية بعد معاناتهم مع ضعف البصر لفترات طويلة. وتشير وثائق مستشفى برهان عين المرجعي إلى أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ حملة وطنية واسعة لعلاج المياه البيضاء في مختلف أنحاء البلاد استفاد منها أكثر من 6000 مواطن. أقامت مفوضية الثقافة والريادة في 27 من مارس الجاري حفل تخريج ل130 شابا من الفنانين الشباب، بينهم 75 من الشابات بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا استمر 6 أشهر في مجال الفيلم والدراما، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. وتضمن البرنامج التدريبي الذي نفذ بالاعتماد على الكفاءات الداخلية مجموعة من المحاور المتخصصة شاملة كتاب سيناريو وإعداد وإخراج الأعمال الدرامية والسينمائية وأساليب الإنتاج الفني والدراما التلفزيونية والسينما.
وأوضح القائمون على البرنامج أن التدريب استهدف تطوير قدرات الشباب الفنية وصقل مهاراتهم الإبداعية. وفي كلمة ألقاها ممثل الخريجين أشار إلى أن تنظيم حفل التخريج يتزامن مع إقامة مهرجان أسمر للسينما الأول، وهو ما يمنح المناسبة أهمية خاصة، مؤكدا أن التدريب الذي تلقاه أسهم في تطوير أساليب عملهم الفنية وتوسيع آفاقهم الإبداعية. وفي ختام الحفل قدمت للحضور نماذج أعمال فنية أعدها المتدربون خلال فترة التدريب. عقد تنظيم الشباب العمال في مديرية كرن اجتماعا في 26 من مارس قيم أنشطته خلال العام الماضي ومناقشة الخطط المستقبلية. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية في فرع الاتحاد في إقليم عنسبة السيد مرهاوي زرعي إن برامج التوعية والتنظيم والتسليح الموجهة للشباب تهدف إلى الحفاظ على نقاط القوة وإصلاح نقاط الضعف من خلال خلق فهم مشترك. وأوضح بأن عدم امتداد هيكل وتنظيم الشباب بشكل كامل إلى إدارات الضواحي والتعطير المحدود للشباب والطلاب والعمل غير المرضي لرفع الوعي السياسي لدى الشباب هي من بين نقاط الضعف والقصور الرئيسية. من جانبه أوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برخة أبه أن هدف تنظيم الشباب العمال هو تعزيز الخبرة العملية والمستوى التعليمي من خلال المبادرات الطوعية وزيادة إنتاجية العمال الشباب من خلال تنظيم التدريب والمحاضرات المهنية. وذكر مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملو برهان تسفى مريم أن التنظيم هو أحد أهم وسائل القوى التي عملت عليه الجبهة الشعبية لفترة طويلة، مناديا للدفع بقوة في برنامج وارسا. ودعا المشاركون على استمرار البرامج الرامية إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على القيم الوطنية ودور الشباب ومساهمتهم في الاتحاد. في غضون ذلك تم التعريف يوم 26 من مارس في مدينة كرم بالألبوم المعد من فرق الورود الحمراء للأقاليم التي شاركت في الأسبوع الوطني الأول للورود الحمراء المنظم من 26 من أغسطس إلى 5 من سبتمبر 2025 في مدينة كرم تحت شعار تناغمنا انعكاس لقيمنا. أقيم في مديريات عدو خالة وميمنة وأمن حيلي بالإقليم الجنوبي خلال الفترة من 22 إلى 24 من مارس أقيم أسبوع تنظيمات الشباب بمشاركة واسعة من الشباب والطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والتعليمية. وتضمن البرنامج عددا من الفعاليات المتنوعة من بينها مسابقات في الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب معارض للابتكارات والأعمال اليدوية التي قدمها الشباب والطلاب، فضلا عن تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين الذين أظهروا تميزا في مجالات التعليم والأنشطة الإبداعية. وأوضح مسؤول اتحاد الشباب في المديريات الثلاث أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الأسبوع يتمثل في إتاحة منصة للشباب لإبراز قدراتهم ومهاراتهم من خلال الأنشطة التنافسية والبرامج الثقافية، بما يسهم في تنمية روح المبادرة والإبداع بينهم. وفي هذا السياق أشار مسؤول في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أشار إلى أن من بين المهام الأساسية للاتحاد إعداد جيل من الشباب يمتلك كفاءة أكاديمية وتقنية ويتمتع بروح الابتكار والبحث، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مشتركة ومتكاملة بين مختلف المؤسسات المعنية بالشباب. من جهتهم أعرب المشاركون في الفعاليات عن تقديرهم لتنظيم هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن البرنامج لم يقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل وفر كذلك مساحة لتبادل الخبرات وتشجيع الطلاب المتفوقين إلى جانب دعم الشباب الذين يبدون اهتماما بالأنشطة الثقافية والابتكارية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد صواريخ أطلقت من اليمن للمرة الأولى، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ كان متجها نحو مناطق جنوب إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا للنظام الإيراني في مختلف أنحاء العاصمة طهران، بينما قالت قناة CBS نيوز الأمريكية عن مصادر قولها إن واشنطن تعتزم إرسال حاملة الطائرات USS جورج بوش إلى منطقة العمليات العسكرية ضد إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تغيير النظام الإيراني حدث بالفعل، وإن بلاده ستغادر في مرحلة ما. وفي المقابل قتل شخص وأصيب 3 آخرون في قصف صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل. أما في لبنان قال حزب الله إنه استدرج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من الطيبة باتجاه مجرى الليطاني وأوقع فيها قتلى وجرحى. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العلاقات مع الدول الأوروبية تمر بمرحلة صعبة، وأن روسيا لم تكن الطرف المسؤول عن هذا التدهور ولم ترفض أبدا استئناف العلاقات مع أوروبا. وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: تدهور العلاقات مع الغرب لا يمكن تبريره بالأحداث في أوكرانيا، لأن الأزمة نفسها حدثت بسبب خطأ الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية القيادية، حيث دعموا الانقلاب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة أحداث مأساوية لا تزال تتكشف في أوكرانيا. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بالتوصل إلى التسوية بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن. في الأثناء أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لبذل كل ما في وسعها لدفع كييف إلى الموافقة على تفاهمات أنكوريج. اتفقت مدريد والجزائر على تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة بعد اجتماع لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية. ووسط استمرار تداعيات أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت تعزيز التعاون مع الجزائر بهدف تعزيز إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا. وأظهرت بيانات شركة إناغاس الإسبانية لتشغيل شبكة الغاز أن الغاز الجزائري شكل أكثر من 29% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في أول الشهرين من العام، وتسعى دول أخرى للمزيد من الغاز الجزائري في ظل الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار جليدي ضرب منطقة جبلية في إقليم لداخ شمال الهند، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية. وذكرت السلطات المحلية أن الانهيار وقع في ممر زوكيل الجبلي على الطريق السريع، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في المنطقة الجبلية الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا. وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين بعد أن اجتاحت كتلة ضخمة من الثلوج عدة مركبات كانت تمر عبر الطريق الجبلي وقت وقوع الانهيار. من جانبه أعرب مسؤولون حكوميون عن تعازيهم لأسر الضحايا، مؤكدين أن جميع الأجهزة المعنية وضعت في حالة تأهب قصوى لمتابعة عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للمصابين والمتضررين من الحادث. مشاهدينا، فاصل نختتم نشرة هذه الفترة بذكر أهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المنتدى السنوي للدبلوماسيين الأفارقة المنعقد في كينيا. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مستشفى برهان عيني. مفوضية الثقافة والرياضة تخرج 130 شابا في الفيلم والدراما. غارات على طهران وإسرائيل ترصد إطلاق صواريخ من اليمن للمرة الأولى. بوتين يشدد إلى أن علاقات بلاده مع الدول الأوروبية تمر بمرحلة صعبة. وإسبانيا والجزائر تتفقان على تعزيز شراكاتهما في مجال الطاقة.
هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.